السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله بفضل الله هنعمل مشروب شتوي كلنا بنحبه، الراعي الرسمي للمشروبات الشتويه. هنعمل السحلب، وعشان نشرب شويه سحلب كويسين زي ما الكتاب قال او زي ما العطار قال. هنعمله بخلطه رهيبه في مكونات موجوده في كل بيت ان شاء الله. وهنقول على سر ريحه السحلب الخطيره بتخليه مميز عن كل المشروبات اللي بنشربها في مكون واحد. هقول لكم عليه. تمام. والوصفه دي اعتمدوها، انا معتمداها من السنه اللي فاتت من ساعه ما العطار قال لي، وبستخدمها. وكل اللي شرب السحلب بالطريقه ديت عجبته قوي. ما تنسوا قبل ما نبتدي بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك عليه. المقادير بتاعتنا اهي. هنجيب نفس الكوبايه نشا، وبعدين رز مطحون. اما هنطحنه في البيت، نغسل شويه وننشفهم، نصفيهم وننشفهم، بعدين نطحنهم في مطحنه الخلاط، او نشتري ربع كيلو 8 كيلو من العطار. وسكر بودر برضك، ولبن بودر وكريم شانتيه. والسكر بودر اما هتطحنيه ده كريم شانتيه، والسكر بودر اما هتطحنيه اما هتشتري جاهز مطحون، يعني حسب ايه امكانياتك وظروفك. تمام. وبعد كده هنجيب البوله اللي هنعمل فيها الخلطه بتاعتنا. تمام. اهي نفس الكوبايه، قلت لكم نفس المقاس ده. دي الكميه دي حوالي تطلع لنا حوالي نص كيلو سحلب. لو انت بقى عايزه تزودي بقى الكميه، ضعفي بقى الكميه بتاعتك، اعملي مج كبير، اعملي نفس الكميه دي ضعفيها. ده بقى الرز زي ما قلت لكم، الرز المطحون زي ما اتفقنا، اما هنطحنه في البيت او هنشتريه جاهز. ولو طحناه في البيت متنساش ندخله بمصفى سلك او منخل. تمام. وبعد كده هنجيب بردك السكر بتاعنا، اما هنطحنه في البيت او نشتريه جاهز مطحون. تمام. افضل نعمل كل حاجه في البيت بايدينا، افضل واقتصاديا ارخص. وادي ده اللبن البودر نفس الكوبايه. ده لبن بودر بتشتريه من عند العطار بردك او من مستلزمات الحلويات. وكريم شانتيه خام. لو ما عندكيش كريم شانتيه خام هتجيبي باكو من السوبر ماركت وتستخدمي، يعني هيبقى حوالي نص كوبايه كده. تمام. دي الخلطه بتاعتي. طب في لسه مكونين تاني. عندنا جوز الهند والسمسم. هنحط حوالي معلقتين سمسم، ما يعادل نص كوبايه. الاول لا معلش اسفه، حطيت الاول بودره جوز الهند. دي بقى اللي بتخلي ريحه السحلب مميز عن المشروبات، هو والسوبيا للامانه. فهتجيبي هي ربع معلقه، لان لو كترتي عن كده هتمرر. وبتجيبي حوالي، هي الكيلو ب 1500 او 1600، بتجيبي ب 10 جنيه ب 15 جنيه ب 20 جنيه زي ما ديكي، والباقي تشيليه لما نعمل السوبيا في رمضان ان شاء الله وكان لنا عمر. يعني ربع معلقه، ما تكتريش عن كده، على قد المقدار ده. لو ضعفتي المقدار هتزودي كمان حسب ما انت هتعملي الكميه. ومعلقتين سمسم متحمصين، يعني معادي نص كوبايه بنفس الكوبايه اللي استخدمناها. تمام. ما هتستخدمي الكوبايه وتحطي نص كوبايه، لا اما بالمعلقه تكون كبيره كده وهرميه معلقتين. ومعلقتين جوز الهند بردك هرميين بردك، او نص كوبايه من نفس الكوبايه الصغيره اللي انا استخدمتها. ماشي. لو استخدمتي كوبايه كبيره يبقى كله هتستخدمي كوبايه كبيره، مج كبير يبقى كله مجات كبيره. حسب ايه. لا، الكميه دي طلعت لي حوالي نص كيلو. وهنقلب كويس بقى الحاجات بتاعتنا دي، المكونات بتاعتنا دي كلها كده. ريحه اللي مش قادره اقول لكم بقى، ريحه بودره جوز الهند دي بتخلي ريحتها رهيبه، مخليه الريحه وانا بشتغل رهيبه، ريحتها حلوه قوي ما شاء الله اللهم بارك. تشوش بقى واحنا بنشتغل كده، بنشتغل اللايك الجميل يا جماعه، اللايك ده بيرفع الفيديو، ربنا يبارك فيكم عشان الكل يستفاد. تمام. وتعليقاتكم، وتصلوا على سيدنا محمد في التعليقات، وربنا يبارك فيكم يا رب، متحرمش منكم. اهو قلبناه كويس جدا اهو ما شاء الله اللهم بارك. بحضر بقى علبه برطمان اكون غسلاه كويس وكده ومنشفاه، واحطه فيها وقت ما عاوز استخدمه. اهو ما شاء الله اللهم بارك. كميه حلوه. ولو انت بقى لو عجبتك جربي الاول الكميه دي، وان شاء الله بفضل الله هتعجبك وهتعملي تاني، وتبقي تعملي كميه اكبر عشان تكفيك الشتاء كلها. بعد كده بقى هجيب حوالي نص كيلو لبن، يعني حوالي كوبايتين لبن كبار. تمام. كل كوبايه لبن بتاخد كوبايه سحلب هرميه. تمام. يعني انا حطيت كده معلقتين كبار هرميين.
يطلع بقى مظبوط ولا كريمي كده. ومعلقه سكر، احنا حاطين سكر بس مش هيبقى زي ما احنا عايزينه، فكل مج هياخد معلقه. لو عايزه تزودي سكر عن كده زودي، دي بتاعتك. عايزه تنقصيه عن كده نقصي، لان هو اوريدي فيه سكر. تمام، بس سكر بسيط، الكوبايه اللي احنا حاطينها. وهنقلبه بقى كويس قبل ما نحطه على النار، لان فيه نشا وفيه رز، فما يحصلش كلاكيع فيه او تكتلات. واول ما احطه على النار برضك هبتدي اقلب فيه كويس. السحلب ده طبعا حاجه هتدينا طاقه وباور، وخصوصا لاولادنا، وترفع مناعتهم في الشتاء، في البرد داخل علينا. وعشان المذاكره بيدي طاقه، وبيدي كمان بيرفع المناعه وبيزود التركيز، عشان فيه مواد زي السمسم ده، فيه مواد مضاده للاكسده، فبيرفع المناعه. وفي كالسيوم، غني بالكالسيوم برضك، يعني حاجه مفيده جدا. وكمان اللبن اللي احنا حاطينه غني بالكالسيوم والفيتامين، فيتامين د. يعني ولادنا هياخدوا وجبه غذائيه متكامله، واديتيهم كل كوبايه بالليل، كل يوم كوبايه كده مع سندوتش، يبقى وجبه عشاء كامله، مش محتاج ان هو اي حاجه تاني. واللهم بارك. هنبدا نقلب، ما نشيلش لحد ما السحلب بتاعنا يغلي. تمام اهو. انا عايزاه يغلي. واي حاجه زي متفقين، اي حاجه فيها البان واحنا بنعملها لازم نخليها لحد ما تغلي كويس. تمام. واحنا بنقلب برضك عشان السحلب بتاعنا يطلع كريمي وانسيابي كده. لو انت بقى عايزاه، عندك طفل صغير وعايزه تقدمي له كوبايه سحلب، زودي الكميه شويه بحيث ان هو يبقى زي المهلبيه، وتاكلوا له بالمعلقه. برضك جميل، يعني حاجه حلوه برضك. اهو ما شاء الله، شايفينه. والقوام هو ما بيبرد بيتقل شويه كمان، ده كده تمام كريمي وزي الفل. ما شاء الله، اللهم بارك. اهو اهو فاضل فيه اهو كده، ابتدى غلى كويس جدا. وهنبتدي بقى ندفع عليه النار. تمام كده، هنسيبه يهدى بقى، ونحضر بقى كوبايات مجات اللي احنا هنصب فيها السحلب بتاعنا. ادي جبت المجين بتاعي اهو، سحلب ما شاء الله، مش شايفين الثياب ازاي وكريمي. اول ما يبرد هتلاقيه يتقل شويه. تمام. عايزين بقى نزوده بقى القيمة الغذائية شوية ما انا حاطة سمسم، بس شوية سمسم بقى، شوية جوز هند، زبيب، عندي مكسرات سوداني، اي حاجة. ما هو كله لاولادنا، ما عندناش. هو ما شاء الله جوز الهند والسمسم، المكسرات بتاعته بترفع مناعة وبتديله طعم حلو قوي. بس يعني لو عندنا هنزود. تمام. ماشي حبايبي بقى، ما تنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو الدعوة الحلوة اهم حاجة، وتشيروه لحبايبكم واصحابكم عشان كلهم يستفادوا من الفيديو. واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميلة، واللي مشتركش في القناة يشترك ويدوس على زر الجرس عشان يجيله كله جديد. بحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم.